السلام عليكم أيها الحضور الكريم. خير ما نبتدئ به هذه الصبحية الطيبة هي النشيد الوطني. باسم الأخ الكاتب العام الإقليمي وباسم الإخوة أعضاء المكتب نرحب بالإخوة في الجمعية على افتتاحهم على مؤسسة عمل جمعية التعليم لنشارك معهم طقوس ومراسم عملية تخطير ماء الزهر. السلام عليكم ورحمة الله. حضرات السيدات والسادة، السيد الرئيس سعاد، حضور الكرام، هذا يوم سعيد. بداية تنشكر الإخوان في جمعية منية مراكش لإحياء التراث المغربي وصيانته على اختيارها لنادي المدرس للاحتفال بعيد زهرية مراكش. هذا نادي المدرس اللي افتتح الأبواب ديالو منذ 2008، ولكن اليوم تيشهد واحد الحدث عظيم اللي تيذكرنا في طفولتنا. كنشكر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم اللي عطاونا هذا الفضاء الجميل هذا باش يستافدوا حتى الأساتذة الكرام من هذه الموسمية ومن الطقوس ديال تقطير ماء الزهر، باش حتى هما يوصلوا هذه الطريقة وهذه التقنية للوليدات بالمؤسسات التعليمية وفي البيوت ديالهم، لأن هذا الشيء راه كاين في البيوت المراكشية، ولكن ما كرهناش أنه يوصل لهذه الأجيال الجديدة باش حتى هي توصلوا لوليداتهم وليداتهم ويبقى هذا التراث ما يندثرش. فانا كنت سعيده اليوم باش نشارك في هذه الاحتفاليه، وكنعتبر ان هذه المسائل تقطار الزهر بحال هويه المغاربه. وانا الموضوع كله ماشي جديد عليا، لان الوالده الله يرحمه كانت تقوم بالعمليه لدرجه انني بكيت قبيله لان شميت ريحه امي. ونحاولوا حتى حنايا علاش لا نقتن كل امراه مغربيه واخا معاصره تشري هذه الاله، كنجيبوا غير كيلو ولا جوج ديال الزهر ونقطروا قدام الوليدات والاحفاد، ان شي حاجه هذا هو اللي كيبقى. شكرا لجمعيه المنيه على هذه البادره الطيبه والجميله جدا جدا، وتمنوا هذا العمل وكنتمنى لها الاستمراريه ان شاء الله، ولما لا كنتمنى ان تعمم هذه العمليه على جميع المناطق ديال مراكش والنواحي وربما المغرب.